لا طبعا، الميه بريئه تماما من الموضوع ده. اللي بيعمل الكرش هو الاكل كتير وقله الحركه، وان انت مش بتعمل تمارين لبطنك بانتظام. فاشرب ميه براحتك في اي وقت. غير ان ما ينفعش تماما اخد خلطه معرفش تكوينها ايه لمجرد ان مكتوب عليها اعشاب طبيعيه، لان انا شفت عيانين جالهم فشل كلوي حاد وحساسيه. مفيش اعشاب بتخسس لوحدها خالص. اللي بيخسس هو الدايت والرياضه. في حاجات بتعلي الحرق كنت اتكلمت عليها في فيديو قبل كده. اكل دايت يعني اقل في سعراته الحراريه من الاكل العادي 20 30%، بس بيتخن برضو مع الكميات. مفيش حاجه اسمها باكل منها زي ما انا عايز. للاسف مفيش دايت معين بيخسس مثلا منطقه معينه في الجسم زي مثلا البطن الارداف. انت هتخسي زي ما جيناتك بتقول او شكل جسمك بيقول. الخبر الكويس بقى ان في اماكن على الوزن القليل بقى شكلها كويس قوي ومقبول، عكس ما كانت على الوزن الكبير. والرياضه بتحسن الموضوع ده جدا، فاعملي رياضه للاماكن دي بالذات. اكبر غلط تعمله ان انت تمنع، وخصوصا لو متعود على كميات عاليه منهم. قبل المنع التقليل، والتقليل بالتدريج عشان ما ترجعش تاني. مش هتكلم عن سوء التغذيه اللي هيحصل على المدى البعيد من الدايت الكيميائي وقد ايه ان هو دايت فقير في العناصر الغذائيه، لكن هقول حاجه مهمه جدا. انت هتخس بسرعه بس هتخس ميه وعضلات، ومعنى كده ان حرقك هيقع جدا. وما تيجي ترجع دهن بس، ومش هتعرف تخس تاني لو حبيت تخس. هو علميا اكتر حاجه مرعبه هي السكريات والحلويات. دي اللي بتتحول لدهون مرعبة في الأحشاء واتكلمنا عليها قبل كده. جسمك بقى محتاج النوع الكويس من الدهون، زي الأفوكادو والمكسرات النية وزيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت الحار، بذر الكتان. أما الدهون اللي فعلا محتاجين نبعد عنها هي الدهون المهدرجة والدهون المشبعة والقلي في زيت غزير كذا مرة. الدهون طبعا عمرها ما بتطلع عن طريق العرق ولا البراز. العرق ده عشان يقلل درجة حرارة جسمك، فلما تطلع من الساونا اي ميه تشربها هترجع تاني اللي انت فقدته. الدهون بتطلع على شكل طاقة. اما جسمك بيحتاج طاقة فبياخدها من الدهون لما تكون عامل دايت، غير كده ما بتطلعش أي حاجة. الثبات على الميزان في الناس اللي بتلعب رياضة ده ثبات مش حقيقي خالص، لأن أنت بتفقد دهون بس بتكتسب عضلات، فهدومك بتوسع بس ميزانك بيبقى ثابت. كنت اتكلمت قبل كده عن فوائد الرياضة طبعا مع الدايت وقد ايه هي عظيمة. لكن لو عايز بقى تستفيد من الميزان اعمل انبادي. البدايات المتشابهة بتأدي نتائج متشابهة. انت اصلا ما غيرتش عاداتك الغذائية السيئة اللي خلتك تتخن في المقام الاول، فشيء طبيعي ترجع تاني بسهولة. ثم انت خلال مشوار الدايت المفروض تغير عاداتك الغذائية السيئة بعادات غذائية تانية صحية، عشان دي اللي هتمنع ان انت ترجع تتخن تاني بعد ما توقف الدايت. كده خلصت خزعبلات الجزء الاول. هنزل كل حاجة على اليوتيوب هنا. بليز اعملوا سبسكرايب هناك، ولو عجبكم وروا لغيركم. شكرا جدا على وقتكم.